أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الرحمن الرحيم إذا جاء الله ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء اللهب وجب ما أغنى عنه ماله ولا كسبه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وهب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر على يده فأهل إليك أن تلقى وأهل من تبع المعتد وأهل من المعتد وأهل من تبع المشرك وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد الذي يقول وخيرا مما يقول ولك الحمد الذي تقول لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بنا ووفقتنا ورزقتنا وعفوت عنا لك الحمد بكل نعمة عنك علينا أو تشير على فيلزم فينا ويلزم في الإسلام ولا يلزم في القرآن ولا يلزم في الإسلام ولا الدعاء يتبدل الفتاة وكذا على الوجه وأصحاب الكلام وكل الناس لك الحمد كثيرا ولا يشكر كثيرا ولكما يشكر كثيرا ولك الحمد على كل حال لك الحمد بجميع الحال لا يمكن لنا عليك أنت كما أتيت على نفسك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الشكر وله الثناء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله المتفكر بشيئا المتعالي بعظمته وكرمه الذي نزل القرآن على
اللهم لك الحمد على نعمة عظيمة وآلائك الجليلة حيث أنزلت علينا خير وأرسلت إلينا أنباء ويا أحسن أعظم الشرائع وأكدنا من عالمين إليك الإنسان وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الصالحين وصدق الله من الله عزيزا وأتمسكم من الله عزيزا ونحن عبادنا ربنا وربنا ومولانا من الشاهدين وجعلنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد على ما وفقتنا للإيمان بالقرآن وتلاوة كتابك العظيم الذي لا يليق بالمسلمين من ولا نهر يلزم من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك لدنيا أوامرك هذا الإيمان عدل فينا أبرار نسأل اللهم بكل اسم نسألك فيه نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استكثرت به في علم غير علمك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن تجعل ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقال لنا وذلك الآخرة ووكايتنا لجميع أجمعين اللهم اجعلنا ممن يشكر عباده وتعظم مرامه ويعلم بمحكمه ويوفق بمتشابهه ويشكره حق تلاوته اللهم انفعنا به ولا تهاجمنا به اللهم انفعنا به ولا تهاجمنا به اللهم انفعنا به يوم لا ينفعنا ولا تهاجمنا اللهم ذكرنا منهما نفسنا وعلمنا منهما شيئا وارزقنا تلاوته وحلاوته وشفاعته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعل علينا حجة اللهم اجعله نتيجة لنا ولا تجعل علينا نتيجة يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت لنا الذي أعليت لنا وأيدت السلطان وكل يا أعز القائلين هذا فإذا غرقوا فاتبعوا الآن ثم اجعلنا بها أحسنوا ببيضاها وأصلح حاجاتنا وأبدلها حلالا وحراما وكمل بيانا قال بالقرآن أحلم من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتصريف وتهديد شاءنا وحضرنا
القرآن فيسمع ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أحسن وأعظم. اللهم اجعلنا ممن نبارك له في الجنة. اقرأ ورتل ولكن يكون الرسول في الدنيا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأذكره ويحيينا حتى صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحنا وسلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أسرار القرآن العظيم ومن شفاعة القرآن العظيم ومن مرام القرآن العظيم ما ينبغي له في أنفسنا وفي أولادنا وفي أهلنا وفي أسرنا وفي قومنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تواخذنا بذنوبنا وأخطأنا فلا تحمل علينا إصرا عملته على الذين من قبلنا. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نتوكل إليك وإياه على تقدير منا فقد لقينا فيه بحق قليلا يقين وقد نحن بجانب الزاهدين والشعب الظالمين فلا تغفر الله الظالمين ولا تبحث لآخرين نحن فقراء شيء نحن فقراء شيء تعرفنا وسلام وعلا الحمد لله ويقولوا كذا وتقدم صلاتنا وصيامنا وصيامنا وأصلحنا بطاعتنا إعدادنا أماننا واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وجدنا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل من الصلاة والصيام واحشنا اللهم في خير الحلال. اللهم اجعلنا من المغفورين اللهم اجعلنا من المغفورين اللهم اجعلنا من الغافلين عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من قبول رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الراجعين في شهر رمضان وبشر اللهم الآبدين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا إليك القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا إليك القدر وكنا بها عظيم الأرض وادعو عنا بها كل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا كنا يتذكرون في ليلة القدر وفي كل ليالي رمضان فلا تحرمنا منها أوقاتهم فلا تحرمنا منها حضرات والنصيب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المعصومين من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب اعدائنا واجعلنا من النار. اللهم
الله
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.